السلام عليكم بنات، اش اخباركم؟ بخير؟ مزيانين؟ صحتكم، اموراتكم، احوالكم؟ فنات ديالي الراقيات الغزالات، اش كتعاودوا؟ اموركم مزيانين؟ قالوا لي تينا بقى غبره ورجعت تهضر معنا وقلنا كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ والله يا البنات ما كرهتش انني كل نهار يكون فيديو، ولكن سبحان الله، ما عرفتش شنو كيجينا. كنتقالوا على شي حاجه كتكون خيا عزيزه عليك وكتبغي تعملها، ولكن بحال اللي كتفشل، بحال اللي كتعيا، بحال اللي كتجيك واحد اللحظات ديال انك ما قادره تعمل والو. هادشي هو اللي وقع ليا البنات. ما بقاتش عندي كاينه نصور ولا نعمل شي فيديوهات ولا ننزل شي حاجه. ملي كنشوفوا حتى المشاهده شويه طايحه ولا هذيك، صافي كنزيد نفشل، عاود كنرجع كنقول ما فيها باس، ماشي مشكل. ما نطولش عليكم. الموضوع اليوم غادي نهضر على واحد الموضوع اللي حنا كنظن كاملين بينا تقريبا، كنظن نكونوا كنعاني، وهي التشتت ديال الافكار، تشتت ديال المشاعر، تشتت ديال اي حاجه كنبغيو نعملوها ما كنعرفوش راسنا منين غادي نبداوها. كنبغيو مثلا كل وحده عندها بزاف ديال الحاجات باغا تعملهم في حياتها، ولكن ما كتعملهمش. علاش وشنو هو السبب؟ شحال من وحده كتقولك انا ما عارفاش، شحال من وحده كتقولك انا ما كرهتش نعمل وكتصدق راسها ما عملت والو. وكاملين انا البنات، انا وقعت لي هادشي هذا. كنهضر لكم على اللي دوزت انا. اي حاجه كتكون دوزتيها كتكون عارفه الاحاسيس ديالها وعارفه شنو كاين فيها اكثر من هذاك اللي كيكون ما مجربش. مثلا كنكون باغا نعمل شحال من حاجه في الحياه ديالي، ولكن كتجي فتره كنرجع باللور، كنرجع ما عارفاش ما نبدا ما ينسالي. شنو هما الامور اللي غادي نبداهم، شنو هما الامور اللي خصني نخليهم. يعني كيوقع تشتت في الافكار، في المشاعر، في كل شيء فيما هو خاص بنا. قولوا لي البنات في التعليق واش نتوما كتوقع لكم هذه الحاله، واش نتوما كتجيكم انكم كتكونوا ماشيين مزيانين في واحد الطريق وكيوقع لكم انهيار في الحياه ديالكم، ولكن كيكون سبب يعني يا اما شي مشكل، يا اما شي فتره المرض، يا اما شي حاجه وكيعملكم هاد الركود وكتنزلون الارض وكترجع. يعني حتى الافكار ديالك ما كتكونش مرتبه. المهم هو اننا البنات، يعني منين نحسوا براسنا هادشي كامل كيوقعنا وكنشوفوا راسنا كنزلوا الارض كنطيحوا، كنتشتتوا، ما كنبقاو عارفين راسنا لا فين حنا ولا فين باغيين نمشيو ولا فين باغيين نوصلوا. نحاولوا نجلسوا ونشوفوا، نرتبوا الاوراق ديالنا، نرتبوا الافكار ديالنا، نرتبوا المشاعر ديالنا. اذا كنت حزينه، علاش انا حزينه؟ فيا اكتئاب، علاش فيا اكتئاب؟ فرحانه، شنو هو السبب اللي فرحني؟ ان هادشي هذا نحاولوا اننا نعرفوه ونفهموا راسنا بعدا قبل ما يفهمنا واحد اخر. حنا كنستناو دائما الطرف الاخر هو اللي يفهمك، ولكن انتينا كنفسك مع راسك بيدك ما فهماتي راسك. يعني دائما نحاولوا اننا نرتبوا افكارنا، نرتبوا مشاعرنا. كذلك اننا نجلسوا مع راسنا ونشوفوا شنو هما داكشي الحاجات اللي ما قدرتش نحققهم، شنو هو السبب، شنو كان المشكل، فين كاين الخلل، فين كاين عدم، يعني بحال نقولوا واش كان ديك الهدف اللي عملت او ديك الحاجه اللي عملتها واش ما كانتش بصح هي اللي خصني، او لا غير شفت ناس عملوها وبغيت نعملها، او لا ظروف ما ساعدتنيش. يعني نحاول انني نشوف هذا الشيء هذا. كذلك نشوف المشاعر ديالي. مثلا انا مثلا كنتعصب وحزنانه وما عنديش الطاقه نتا شي حاجه، نقول علاش، شنو هو السبب، شنو هو المشكل، وعلاش وتلاين غادي نبقى هيدا. ونفكروا اننا في شحال هذه كيفاش كنا اموراتنا كانت ما كفاس، والحمد لله قدرنا نخرجوا راسنا من ديك الحاله، قدرنا نخرجوا راسنا من ديك الامورات هادوك، ومشينا الحمد لله في الطريق احسن. لهذا علاش ما نزيدوش احسن واحسن واحسن. البنات بغيتكم هذا الفيديو هذا، بغيتكم
تقولوا لي شكون فيكم حسيت بهاد المشاعر هذا، شكون اللي فيكم وقع له هاد الخلل هذا. الفيديو اللي فات واخا ما كانش المشاهدات، ولكن كاين بنات اللي قالوا لي حتى حنا حسينا بحالك، حتى حنا حسينا باننا ما عارفينش منين نبداو، مشتين في يعني واقفين بلوكين، اموراتنا واقفه. لهذا نحاولوا ان شاء الله يا ربي نعملوا تحديات البنات مع راسنا، تحديات مع انفسنا. بغيتوها انا مع في الجروب ان شاء الله، عفوا في الفيديو اننا نعملوه هنايا في القناه، نعملوا تحديات الاستيقاظ الباكر، تحدي ديال اننا الرياضه، تحدي ديال انك باغا تبدل من نفسك. اللي شافت راسها باقا في بلاصتها ما عملت حتى شي حاجه وباقا مع ديك، كنقول لك باقي الوقت الحمد لله، مادام حنا الله مطولنا في العمر، باقي مادام يعني الله عطينا فرصه اخرى الا باش اننا نوصلوا لداكشي اللي بغينا، نبدلوا من انفسنا، نغيروا من اهتماماتنا، ونوصلوا لداكشي اللي بصح كنطمحوا له. ودائما نجلسوا مع راسنا ونشوفوا اللي باغي نوصلوا له، واش حنا باغيينه اولا حيتاش ناس عملوه اولا حيتاش ناس باغيين اننا نعملوه. لا، نجلسوا ونشوفوا حنا شنو بغينا، حنا شنو عجبنا، حنا لين بغينا نوصلوا، وباش ان شاء الله نكملوا في المسيره باذن الله. البنات كنقول لكم من هاد القناه، كنقول لكم ما تستسلموش، ما تستسلموش، حيتاش حتى حاجه ما سهله. ضروري من العقبات، ضروري نطيحوا ونوضوا، ضروري غادي يجينا اكتئاب، غادي يجينا مرض، غادي يجينا مشاكل، غادي تجيب لنا ظروف، ولكن فين الاشكال وفين هي اخيب حاجه؟ هي الطيح ما تعاودش تنوض. اخيب حاجه هي هذيك، ولكن ملي كتعاود تنوض راه انت ماشي مزيان، ضروري غادي تطيح وتنوض. كيف ما دائما كنقول لكم، البيبي ملي كيكون صغير كيطيح وكينوض، كيطيح وكينوض، كيتعلم يمشي. لهذا حتى حنا خصنا نطيح ونوض ونطيح ونوض، وديك الطيحه هي اللي غادي تزيدنا قوه اننا نوض من جديد، وديك الطيحه هي اللي غتعلمنا اننا نتعلم ونمشي، وهي اللي غادي تعلمنا اننا نبقاو ماشيين في الطريق ديالنا. يعني ماشي مشكل انك طحتي، المشكل اذا بقيتي طايحه، هذاك اكبر مشكل واكبر دمار، وهذاك هو اكبر يعني حاجه خايبه، يعني هي انك تطيح وتبقى طايحه. لا، طيحنا البنات نيمنوا اليد في اليد ونوضوا من جديد ونبداو من جديد، ونتحدوا انفسنا، نتحدوا المشاعر ديالنا، ولو كيف ما بغات تكون، كيف ما بغات تكون هاد المشاعر والاحاسيس اللي عندنا. نتحدوا افكارنا، اللي عندها افكار سلبيه تمحيها من حياتها، تمحيها نهائيا من الحياه ديالها، تحيدها، تخوي الدماغ ديالها، تغسل الدماغ ديالها بجلسه مع الذات. نعاودوا نرجعوا نحب الذات، يعني نعاودوا نرجعوا اعماق الذات ديالنا، ونشوفوا حنايا من داخل ديالنا شنو باغيين، ونفرغوا. الحمد لله دابا ما جي، يعني حنا في فتره يوم الربيع، كاينه الغابات، كاينه البحر، كاينه الطبيعه، كاينه يعني البلاصه اللي تمشي وتفرغ الطاقه السلبيه كامله، تمشي وتجلس وخوي والدماغ ديالكم البنات، وتسمعنوا في خلق الله وتاملوا في ملكوت الله سبحانه وتعالى. نجلسوا وتما ونخوي، يعني نعملوا ميزاجور افكارنا وكل شيء، ونبداو بدايه صفحه بيضه جديده، حياه جديده، اجنده جديده اذا بغيتوا، علاش لا، بدايه جديده ان شاء الله. هادشي اللي نبغي البنات نشوفكم عليه، هادشي اللي نبغي البنات ان شاء الله يا ربي ندعمكم وتدعموني كذلك. راه كنهضر معكم كاملين، حاسه بكم كاملين، كندوزوا هاد الفترات كاملين، كنطيحوا كاملين، كنرجعوا باللور، ولكن عاود كنوضوا. ايوا نوض كيف ما كنعمل انا لنفسي، لمياء تلاين اش هذا، واش غادي تبقى هيدا، نوض تحرك صافي. يعني هيدا هضر مع راسك، كتقول لا بركه عليك، بركه من هادشي اللي نتينا فيه، لين باغا توصل بهاد الحاله اللي نتينا فيها. اش غادي يفيدك هادشي اللي نتينا فيه، شنو هي الايجابيه ديال هاد الوضع اللي نتينا فيه. ومني كتشوف راسك ما كاينه ايجابيه، ما كاينه حتى حاجه لها معنى، اذا لا يا ودي خصني نوض، لا صافي ستوب، بركه،
وقفنا، دينا فترات ديال الاكتئاب، فتره ديال الحزن، فتره مثلا المرض، فتره ديال شي مكان، بسم الله توكلت على الله ونوضوا. هذا هو اللي خاصو يكون البنات، وهادشي هو اللي خاصو ان شاء الله يا ربي يزيد بكم من القدام بهاد الافكار هذه. البنات بغيت نقول لكم احبكم في الله، وان شاء الله يا ربي نتلاقاو في فيديو قريب عما قريب. نحاول انني نصور معكم فيديو روتين بين الخدمه وبين الدار. دابا رجعت الخدمه ديالي الحمد لله، رجعت الخياطه والروينه ديالها، وانتم عارفين ضغوطات العمل والدار والوليدات وكل شيء. ان شاء الله اذا بغيتوني نشارك معكم فيديوهات كيفاش كنوفق بين الدار والخدمه ديالي، قولوها لي البنات، كتبوا لي في التعاليق، ونتمنى تشجيعكم وحبكم. واذا كنتوا وصلتوا لاخر فيديو ما تنسونيش من لايك ديالكم، واللي ما مشتركاش تشارك معايا، ونتلاقاو عما قريب. مع السلامه والى اللقاء.